هو الفكره نفسها كانت كويسه، بس هو الفكره دلوقتي الفكره بايظه في مصر بسبب كذا حاجه. بس الفكره ان اليوم ده معمول عشان تساعد الايتام فيما بعد انهم يندمجوا في المجتمع. انا اليوم ده كله بيبقى عباره عن الناس بتفهمه غلط بسبب اليوفط اللي بتبقى موجوده، ان تعالوا زوروا الايتام ونقبل تبرعاتكم. هي الاغاني والاعلانات، هي بقول على الاغاني والاعلانات مش كويسه، لان انا كيتيمه اتربيت في دار ايتام، انا قاعده قدام التلفزيون وبتفرج. لما الاقي اعلان مطلع الايتام ان هو يا حرام دول بيعيطوا، يا حرام دول غلبانين، لا دول مستنيين الزياره بتاعتكم ولازم تزوروهم ولازم تجيبوا لهم لبس وتجيبوا لهم بتاع، وده احنا في الاخر قاعدين احنا كمان مشاهدين ايتام، بس مشاهدين فبنتفرج. فلما اعرف ان انا بيتشحت عليا بطريقه كده فدي بتضايقني قوي. بس الفكره من اليوم نفسه ان هو الناس اللي عملوا اليوم ده عملوه عشان يقولوا للمجتمع ان انتوا تعالوا واحتفلوا وزوروهم في اليوم دوت، ونقعد نتكلم مع بعض فيحصل اندماج لليتيم في المجتمع، اللي هو نوعا ما في مصر مش حاصل. فكل الناس بقت حاصره احتياجات اليتيم في الاكل والشرب واللبس، مش حاصره في اي حاجه ثانيه.